أعزائي مشاهدي ومشاهدات موقع إغيل بريس، ناس هيس، أنوار بريس وتنغير انفو، مرحبا بكم في إطار هذه التغطية الخاصة المخصصة للوضعية، وضعية المحطة الطرقية لمدينة الرشيدية وإم تغرن. مس حميد الزول. السلام عليكم. السلام. مشيين يون جيت الشيفور صحراء فواياج نغديت الكيراني استخدامنا نتما السايت نغد المحطة الرشيدية، ما يدغورش هذا خصني ندخلوا وضعية المحطة. المحطة الرشيدية ولا ما ديش تنايت يا كله يحباش. وردان بلاصة الكار أرض نتاكل زير والو المحطة الرشيدية ورتوكتي. متى تبرا طورشي لاني المجلس البلدي نغد ود غير تسير انت مدينتها. المجلس البلدي تسيرنا هاي ورديش يسكر ولا. سلميت مس حميد. إذا أعزائي مشاهدي ومشاهدات موقع إغيل بريس، أنوار بريس، ناس هيس وتنغير انفو، معنا السي علال سائق ومهني آخر من مدينة الرشيدية ليحدثنا عن الوضعية الكارثية لمحطة الرشيدية. السي علال السلام عليكم. وعليكم السلام السيدي. نبغيو تحدثنا شوية على الوضعية اللي كتعيشوها كمهنيين في هذه المحطة. المحطة هذه مغبرة بزاف علينا على المواطنين، تيدخل كار تنوض الغبرة، تيخرج كار تنوض الغبرة. واش من رسالة عندك للمجلس البلدي اللي كيسير هذه المدينة المضطة هذا؟ يقوم لنا بهذه المحطة هذه وينظمها لنا. هذا الشيء اللي تنطلبوا منكم السيدي. شكرا السي علال. الله يبارك. معنا ايضا في اطار هذه التغطيه الخاصه السي مصطفى من مدينه اكادير كزائر لمدينه الرشيديه ليعطينا رؤيته لهذه الوضعيه اللي كما قلنا ديال المحطه الطرقيه. السي مصطفى السلام عليكم. السلام ورحمه الله. وكما كتشوف انا ثاني مره كنزور هذه المحطه هذه وكتشوف الوضعيه هنا كارثيه مقارنه بالمحطات الاخرين ديال المدن الاخرى. الطريق ما بداش، التراب، الغبره، الكرام، المهم كارثيه. شكرا سي مصطفى. اذا كان معكم روبورتاج انوار بريس، تنغير انفو وناس هيس حول الوضعيه الكارثيه للمحطه الطرقيه لمدينه الرشيديه.